يا مساء الفل. فيديو النهارده هنعمل فيه مع بعض كفتة الحاتي. هنعملها بطريقة حلوة وسهلة كده زي ما الكتاب بيقول. عارفة ان انتوا متعودين مني على نوع كفتة كده دايما ما بغيروش، لكن فعلا الكفتة دي لما تجربوها هتعتمدوها مع وصفات الكفتة اللي كنت قايله لكم عليها قبل كده. كفتة حلوة طرية وجوسي، وكمان مش هتفك منكم ولا هتكش، ولا حجمها خلاص يبقى حاجة كده سفيفة ومش هتبان خالص معاكم. لا، هنعمل كفتة زي ما الكتاب بيقول. والأهم من كل ده لما تيجوا تقطموا منها كده قطمة هتحسوا ان هي بتقطم معاكم وطعمها في منتهى الجمال. طرية جوسي رهيبة، مهما اقول لكم فيها واشكر لكم فيها مش هتصدقوا الا لما تجربوها وتشوفوها كده كمان بعينكم، وكمان تدوقوها طبعا. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده، اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه هنا معايا المكونات: نص كيلو من اللحمه المفرومه، وحبه متوسطه كده من البصل المفروم، فرموها زي ما هي، لا صفتها ولا شلت ميتها ولا اي حاجه، بنزل كده بيها على طول. وكمان هنزل عليهم بنص حزمه من الكزبره، مقطعاها كده قطع صغيره خالص، اخد الورق بس يا جماعه. لو مفيش كزبره خضراء تقدروا تستعملوا بقدونس، مفيش مشكله. ودايما في الكفته بحب احط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، بينفشها كده وبيبقى حلو. وكمان المكون الحلو قوي اللي هيظبط معانا الكفته: معلقه صغيره من الدقيق، وعليهم معلقه صغيره من النشا. ما تقلقوش، الكفته بتاعتنا مش هتاخد طعم النشا ولا الدقيق ولا اي حاجه، هي بس هيخليها تمتص اي سوائل زياده، ومش هتخلي تكش معانا، يعني مش هتخلي الكفته تكش. بالنسبه للتوابل: نص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه صغيره كده من جوز الطيب. بعد كده هعجن الكفته كويس جدا، ودي اهم خطوه على فكره في الكفته، هي العجن بتاعها. لو عجنتوها كويس هتاخدوا كفته بتتقطم معاكم، طعمها حلو قوي، متماسكه ما تفكش، وكل حاجه فيها هتكون مظبوطه. افضلوا اعجنوا فيها تقريبا كده مدة ربع ساعة. ممكن تريحوا ايديكم وترجعوا تعجنوا تاني، مفيش مشكلة خالص. المهم ان انتوا ادوها حقها كده في العجن. تخلوا اي حد كده يعجن بدلكم، يعني بنتك، ابنك، جوزك لو معدي كده خليه يعجن فيها شوية. يعني افضلوا اعجنوا فيها. وبأكد عليكم تاني، ممكن تحطوها على فكرة في الخلاط كمان، في اللي هي تحطوا لها الاتاتشمنت اللي هو البلاستيك ده، مش هيخليها، يعني مش هيقطع الجزيئات بتاعتها او اللحمه بتاعتها زياده عن اللازم، بس هيعجنها كويس جدا. تمام. المهم ان انا باكد عليكم ان انتوا لازم تعجنوها كويس جدا، ده اهم حاجه على فكره في الكفته. عملتوا الخطوه دي مظبوط وباخلاص كده، فانا واثقه ان انتوا هتاكلوا كفته مظبوطه معاكم من الالف للياء. شايفين كده لما اخدت قطعه من الكفته وقطعتها، حسيتوا او شفتوا معايا ان في شعيرات طالعه منها؟ احنا هنفضل نعمل او نعجن في الكفته لحد ما نوصل للنتيجه دي، يبقى فيها زي شعيرات كده او حاجات خيوط. ده مهم كده. دي كده خلاص الكفته بتاعتنا اتعجنت بشكل صح. بعد كده بسويها كويس جدا وبغطيها باي كيس بلاستيك او طبق، وبحطها في التلاجة لمدة ما تقلش عن ساعة. ممكن طول الليل هتكون افضل بكتير، ممكن ساعة، ممكن ساعتين 3، المهم ما تقلش عن ساعة. لازم الكفتة بتاعتكم تتشمع شوية وهي في التتبيلة وترتاح. اللي يقول لكم قعدوها او ممكن ما تقعدش مثلا وتشتغلوا على طول، فصدقوني الكلام ده مش هينفع خالص، او على الاقل مش هيبقى نفس النتيجة. تمام. انا بصراحة سبتها طول الليل، حبيت ان هي تاخد طعم اكتر من التتبيلة بتاعتنا. وهبدأ بعد كده ان انا احطها في السياخ اللي هي العصيان الخشبية دي بتاعت الشيش طاووق. جبت كده الصينية البايركس وحطيت فيها 2 حبة من البصل المتوسطين، قطعتهم كده جوانح او قطعوهم جوليان زي ما انتوا عاوزين. عاوزين تضيفوا اي نوع خضار تاني على البصل مفيش مشكلة خالص، لكن انا بالنسبة لي البصل كان كفاية، لان انا كنت عاوزاه يدي تسكيرة حلوة كده للكفتة بتاعتنا. البصل هيكرمل، فلما يكرمل الكرمله دي هتدي طعم حلو الكفته بتاعتنا. شايفين انا باخد بقى قطعه كده من عجينه الكفته، وبفضل ان انا يعني اعملها كده على السيخ ويعني افردها كويس بالنسبه للحجم اللي انتوا عاوزينه. دي حاجه ترجع لكم.
شوفوا انتوا حابين ايه واعملوه. لو انتوا حسيتوا ان الكفته عجينتها بتلزق شويه في ايديكم، ممكن تجهزوا جنبكم طبق صغير فيه شويه من الميه، وتاخدوا مسحه كده بايديكم وتعملوا الكفته تصبعوها. خلاص، ده كان بالنسبه لي كانت سهله، مفيش اي مشكله خالص. ده لو انتوا حسيتوا ان هي بتلزق بس شويه. خلص بقى كل الكميه بتاعتي لحد ما تكون بالشكل ده. ده نص كيلو كفته عمل الكميه دي كلها، متخيلين بقى؟ وما تقلقوش مش هتكش ولا اي حاجه. هدخلها على طول الفرن. مهم جدا ان فرن البوتاجاز بتاعي يكون ساخن مسبقا على درجه حراره 180، ومجرد ما الفرن مثلا يسخن مده ربع ساعه انا هحطها على الشبكه فوق النار مباشره. مش هتاخد معانا وقت طويل ولا اي حاجه، تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه وتخرج على طول. تعالوا بينا بقى نعمل سلطه الحادي اللي بتتقدم في اكبر المطاعم وبيكون طعمها حلو جدا. اول حاجه معايا حبه من الخيار، وكان حجمها كبير، فانا هبدا ان انا اقطعه كده الاول انصاف، واقطعه قطع مش صغيره. انا عاوزاه قطعه تكون كبيره عشان لسه هنضيف ميه في الاخر، فمش عاوزاه قطعه تكون صغيره فالقطع دي تقوم بايشه في الميه ومش هتظهر معانا. خلوها تكون كبيره على قد ما تقدر. خلاص كده بقطع الخيار بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه ده. والخيار انا بحب دايما ان انا اقشره، وهو فعلا في المطاعم بيتقدم كده متقشر. بعد كده معايا 2 حبة من الطماطم كانت متوسطة، ببدأ ان انا اخدها كده من النص وبشيل اجزاء اللي بتكون في النص اللي هو القمع بتاع الطماطم ده. مهم جدا ان انتوا تشيلوه. وهبدأ ان انا اقطعها برده مكعبات، ونراعي برده ان الطماطم يكون حجمها كبير ما تكونش صغيرة، لان الطماطم سهل جدا ان هي تبوش معانا في المية. تمام كده، قطعوها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا حبة كده متوسطة من البصل، هقطعه برضو مكعبات. البصل بيدي السلطة طعم حلو قوي يا جماعة، فبجد يعني ما تطنشوش عن البصل، ما تقلقوش مش هيبوظ السلطة ولا اي حاجة من الحاجات دي. معايا هنا قرن شطة كده، وهو اختياري للي بيحب السلطة تكون حراقة شوية. بقطعه كده الاول قطع صغيرة خالص، وبضيفه على طول على السلطة اللي انا ضفتها لسه قدامكم في علبة الحفظ دي. فصين كده من التوم بفرمهم فرم ناعم خالص. لو ما فيش عندكم التوم المفروم، او التوم المفروم عندكم عموما جاهز يعني، فانزلوا عندكم بنص معلقه صغيره من التوم المفروم، معلقتين صغيره من الكزبره اللي انا مقطعاهم كده تقطيعه ناعمه خالص. باخد برضو الاوراق نفس الكزبره اللي انا كنت حطاها للكفته. تمام. بالنسبة للتوابل بتاعتنا بقى، انا بنزل بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، ونص معلقة صغيرة من الملح، وعليهم نص معلقة صغيرة من البابريكا، هي اللي هتدي للمية بتاعتها اللون الاحمر الحلو اللي احنا بنشوفه بره ده. اقلب كده كل الحاجات دي مع بعضها. من انتظار بقى هنزل عندي ب3 كوبايات من المية المتلجة. يعني المية اللي هنحطها على السلطة دي لازم تكون متلجة او مية عادية وفيها قطع من التلج. المهم ان انا عاوزاها تكون باردة على قد ما تقدروا. هغطيها بقى كده على طول واحطها في التلاجة. طبعا نسيت في الاخر وحطيت عصرة الليمونة، وده مهم جدا واوعوا تنسوها يا جماعة. ممكن كمان تضيفوا معلقة كبيرة من الخل، ده برضو حاجة ترجع لكم، لكن انا بصراحة ما حبيتش ان انا احط خل خالص. هاخدها كده تقريبا وعلى التلاجة على طول. عاوزه اقول لكم كمان ان هي كل ما قعدت في التلاجة كل ما كان طعمها احلى بكتير، وكل ما الميه اخدت من طعم كل حاجه حاطينها. بالنسبه بقى ازاي بتتقدم، فهي بتتقدم في الكوبايات اللي هي البلاستيك الشفافه، لكن بما اننا خلاص في البيت فهنقدمها في الكوبايات الشفافه الازاز. تمام. حابين تقدموها في بلاستيك برضو مفيش مشكله. بنزل كده بكميه صغيره من السلطه وعليها شويه من الميه، وبتكون بالشكل الرهيب اللي انتوا شايفينه ده كده يا جماعه. هنا كده طبق تاني حطيت فيه شوية من السلطة. شايفين يا جماعة رهيبة ازاي؟ فظيعة، عاوزة تتاكل كده اكل حرفيا. احنا مستنناش الكفتة واكلنا منها. تعالوا بينا بقى نعمل شوية طحينة كده مظبوطة للمشويات. اولى كده بنزل فيها بربع كوباية من الطحينة، او الكمية اللي انتوا عاوزينها. انا نزلت تقريبا ب4 معالق كبيرة من الطحينة، وعليهم هنزل بكوبايه من الزبادي او الحليب، بيدي طعم حلو قوي للطحينه. للي ما جربش الطحينه قبل كده بالزبادي فهتفرق معاكم خالص في الطعم وكمان في القوام.
مضرب اليدوي بقى، وهبدأ ان انا اخلط كده الزبادي مع الطحينة. هتحس شوية ان القوام لسه تقيل، ولكن ده طبيعي جدا في الاول. بعد كده هنزل بقى عندي مية. المية بيبقى جنبي كده ربع كوباية من المية، وبنزلهاش كلها مرة واحدة، تقريبا كده بنزل معلقة بمعلقة عشان ما يجيش قوامها سائل قوي. ولو انتوا عندكم مثلا كمية طحينة فممكن ما تعرفوش تزودوا، فخلوها كده في الامان معلقة بمعلقة، ولو احتاجتوا تاني تحطوا معلقة كمان. هفضل ان انا اقلب فيها كده او اخفق فيها لحد ما يكون قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام ده بالنسبه لي هو المظبوط، يعني ما بحبهاش خفيفه عن كده ولا تقيله عن كده. هعصر عليها ليمونه كامله زي ما انتوا شايفين. انا حاطه كده المبشره من تحتيها عشان لو في بذر ما ينزلش عندي في الطحينه. تمام كده. المهم اعصروا الليمونه كلها يا جماعه، الليمون بيدي طعم حلو قوي للطحينه بتاعتكم. فصين من الثوم وهبشرهم بشر ناعم زي ما انتم شايفين كده. لو مفيش برضو ثوم فريش تقدروا تحطوا ربع معلقه صغيره من الثوم المفروم، هيدي نفس النتيجه بالظبط. هنزل بقى معايا كده بنص معلقه صغيره من الملح، وكمان عليهم هنزل ببابريكا ربع معلقه صغيره، عليهم ربع معلقه صغيره من الكمون. هخفق كده كل المكونات دي مع بعضها وكده خلاص. وقت التقديم بقى انا بنزل عندي بمعلقتين كبار من زيت الزيتون او اي نوع زيت عندكم، سواء ذره او عباد، المهم يكون نوع يكون كويس. وكمان هنزل عليهم بمعلقه كبيره من الكزبره المتقطعه كده تقطيعات صغيره خالص، وبقلبها وبحطها بقى في بولة التقديم. وكده خلاص الطحينه بتاعتنا جاهزه ومظبوطه بالملي كده يا جماعه. ممكن كمان تحطوها في علبه حفظ وتحطوها في التلاجة لو مش هتستعملوها في نفس اليوم. ووقت مثلا ما تيجوا تخرجوها لعزومة او حاجة تضيفوا عليها بس معلقتين كبار من المية، لان هي بتتماسك كل ما قعدت في التلاجة. كده يكون خلاص خلصنا السلطة وكمان خلصنا الطحينة بتاعتنا. شايفين بقى الكفتة هنا كانت خرجت. شايفين لو تلاحظوا الحجم زي الكفتة بتاعتنا ما دخلت زي ما خرجت على طول، يعني مش ناقص منها حتة. رهيبة بجد، ريحتها رهيبة، شكلها جميل. عاوزة اقول لكم ان شكلها كمان مظلوم في الكاميرا جدا يا جماعة. رهيبة بكل معنى الكلمة، يعني بصوا من الاخر الكفتة دي حرفيا من الاخر. لو عملتوها في عزومات انا واثقه ان كل اللي هيدوقها منكم هيقول لكم سلامة الايادي، يعني ممكن كمان ما يصدقوش ان هي معموله في البيت. بالصوص كده اللي نازل من البصل ده ببدأ ان انا ادهن بيه الكفتة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. الاشيك في الكفتة بقى ان انتوا ما تقدموهاش بالسيخ الخشبي ده، شيلوها كده. شايفين بقى بتتشال بكل سهولة ازاي؟ رهيبة يا جماعة. بقول لكم من الاخر، شايفين لا لزقه ولا اي حاجه، والكفته باين عليها كده وانا بشيلها ان هي طريه جدا، يعني بتتحرك معايا بكل سهوله. رهيبه بجد. طبق التقديم نزلت فيه شويه كده من الكزبره المتقطعه كده قطع صغيره. انا بحس ان الكزبره دي يعني بتودي المشاوي كده في حته تانية، وكمان بيبقى طعمها حلو قوي مع المشاوي. فلازم تفرشوا الطبق بتاعكم من الكزبره او الشبت، يعني المتاح عندكم. شايفين الكفته عامله ازاي والصابع حجمه عامل ازاي؟ رهيب. عاوزه اقول لكم الطبق اللي انا كنت بصور فيه ده، الطبق ده حجمه كبير يا جماعه مش صغير، وما شاء الله صابع الكفته مظبوط فيه وحلو قوي. اضافه الدقيق والنشا للكفته خلتها ما تكشش ولا اي حاجه، ومش هتحسوا على فكره لا بطعم النشا ولا بطعم الدقيق خالص. هتحسوا بطعم اللحمه عادي جدا. رهيبه بجد يا جماعه. شايفين؟ لو كده بقى نمسك صابع كفتة كده ونشوف. شايفين وانا بلويه كده بيتحرك في ايدي عامل زي الكاوتش. رهيب بجد يا جماعه، طري قوي. ولما بضغط عليه فيه سوائل كده، ده دليل ان هو جوسي قوي. يعني السوائل دي او الضغطه اللي فيها بحس ان هي فيها صوص، دي كده الكفته بتاعتنا جوسي وطعمها حلو خالص. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ رهيب بجد. انا عاوزه اقول لكم ولادي كانوا واقفين حواليا وما كنتش عارفه لا اصور الكفته بينهم ولا كنت عارفه اعمل اي حاجه. كانت سخنه كمان جدا. شايفين بقى لما بقطعها عامله ازاي من جوه؟ بجد متماسكه وحلوه قوي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بقطع كده وبديهم، ما كانوش صابرين خالص لحد ما اخلص تصوير.
بجد رهيبة قوي يا جماعة، وطعمها كان تحفة، كل حاجة فيها بصراحة كانت مظبوطة. قدموها بقى بالطريقة اللي انتوا تحبوها، سواء سندوتشات، سواء مكرونة، سواء رز بشعرية كده زي ما انا عملت. شوفوا انتوا بتحبوا ايه واعملوه، يعني دي حاجة مش هنختلف عليها خالص. انا قدمتها مع رز بشعرية، وكمان السلطة والطحينة. انا بالنسبة لي على فكرة ممكن اكلها بعيش وبقى يعني بتبقى زي الفل وجميلة جدا، لكن انا عندي ولادي لازم رز. تمام، فعشان كده قدمتها مع رز بشعرية. الفيديو خلاص بتاعي خلص. اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك ولا الاشتراك، ضروري لازم تشتركوا عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتي الجديده. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.